وسط بلجيكا. أيوب جالس بوحدو في واحد الصالون وسط حي هادئ بزاف، لكن القلب ديالو عامر ضجيج. الصوت الوحيد اللي كان كيسمع هو صوت أفكارو، ماشي لأنه مرتاح لكن لأنه كيتعذب في صمت. كل شي بدا قبل 3 سنين وسط الزنقة العاشرة في واحد من الأحياء الشعبية دكازا. كان أيوب شاب فحال بزاف ديال الدراري د الحومة، قرا شوية وخدم شوية، المهم ما مدوش بزاف. واحد النهار وهو جالس في واحد القهوة قريبة من الحي، تعرف على ليزا، بنت بلجيكية جات المغرب مع صحاباتها. كانت كتبان عادية زوينة، لكن بالنسبة لأيوب كانت فرصة العمر. بدات العلاقة بشوية ديال الهضرة في الواتساب، شوية ديال الضحك، شوية ديال كنبغيك، حتى وصلوا لشنو رأيك نتزوجو باش تجي تعيش معايا. ليزا كانت كتجرب، لكن أيوب كانت هذه هي الطريق الوحيدة اللي عنده. من بعد شهور تزوجوا رسميا، جا وقت السفر والفيزا. أيوب كان فرحان، شد الطيارة كيقول فراسو وأخيرا هربت من الفقر. لكن في الحقيقة ماشي كل هروب كينتهي بالحرية. من نهار دخل لبلاد جديدة بدات سلسلة من التنازلات. ما يقدرش يخدم قانونيا حتى يكمل الوثائق، خاصو يبقى دائما الزوج المثالي قدام الناس، وخاصو يكون ديما فرحان ولو يكون ما راشقاش ليه. ليزا بدات تتبدل، ما بقاتش كتضحك ولا كتقاسم معاه حتى شي كلمة، كتشوف فيه كأنها جابت شي سلعة وما تبعت لهاش. دارهم في بلجيكا بداو يضغطوا عليها، اش جابك لواحد مغربي؟ شنو بغيات ديري بيه؟ واش على خير ايامك غادي تزوجي بواحد لاجئ؟ بدا الشك يدخل حتى البوليس جاو يحققوا معاه. ما كانش تحقيق رسمي لكن مجرد أسئلة: كيفاش تعرفتوا؟ شحال من مرة جيتي لبلجيكا قبل الزواج؟ واش كتبغيها؟ إلى آخره. أيوب كان كيجاوب وهو كيصب بالعرق، قلبو كيضرب، وكلمة وحدة اللي كتدور في راسو هي الترحيل. من داك النهار ولا كيشوف ليزا بنظرة الخوف، هي اللي تقدر تهدم كل شي، هي اللي بيديها الورقة اللي كيعيش على ودها. لكن فاش الحب ما كيكونش، كل دقيقة كتولي خنقة. بدا الشجار، اي حاجة صغيرة كانوا كيكبروها، ولا كلامها سام: نتا ماشي راجلي، نتا عالة، جيتي لهنا غير باش تطلع على ظهري، تهلا في راسك، انا ما مضطرش نخدم عليك. ايوب كيسكت، كيحاول يبتسم، كيمشي طيب ينظف ويخدم في البني بطريقة غير قانونية، غير باش ما يسمعش الهضرة ويتسمع عليها. باقي متشبت بالحلم ديالو. كل نهار كيصبح فيه هو وليزا غراب تحت سقف واحد، كيبقاو ساعات بلا هضرة بلا سلام، حتى الماكلة ولا كيطيب بوحدو، ياكل بوحدو وينحس بوحديتو. واحد النهار وهي تقول ليه: اسمع، ما نقدرش نكمل انا وياك هكا. خرجت من الدار وخلاتو مدة أسبوع، بقى خدام في البني كيما العادة، ما فراسو ما يتعاود. من بعد ما تغيبات ليزا، جا لأيوب استدعاء رسمي من البوليس البلجيكي: كاين شك في أن زواجكم ماشي حقيقي، النيابة العامة فتحت تحقيق رسمي. هنا كيبدا الضغط الحقيقي والخوف من الطرد، من الفضيحة ومن الحبس. أيوب في واحد الليلة كيلقى ليزا خارجة مع شخص آخر، كتضحك بحال إلا ما عمرها ضحكات معاه. وسط هاد الشي كامل كتعيط عليه مو من المغرب، كتبكي: ولدي، واش كلشي مزيان؟ حلمنا بيك، راك ما مرتاحش. هاد الحدث كيدفعو للحافة، ويزيد يكذب عليهم باش ما يجرحهمش. كيتصدم فاش كيتوصل بورقة رسمية: ليزا رافعة عليه طلب الطلاق. هنا كيبان ليه كل شيء: الفيزا، الوثائق، الحلم، كلهم غاديين يطيروا. في النهار اللي جاتو فيه الاستدعاء
كان باقي يلاه كيوجد راسو باش يخوي الدار، لكن في الليل وقبل ما يخرج ليزا كتدخل الدار سكرانة، كتقلب عليه الطابلة، كتبكي، كتعاير، كتضرب فيه وكتقول ليه: انت طفيلي ماشي راجل، ميكروب. ندمت على النهار اللي تزوجت بيك فيه، ندمت على النهار اللي جبتك لهنا، غادي نطردك، غادي نقول للبوليس بلي ضربتيني وتعديتي عليا. ايوب بقى ساكت، لكن الملامح ديالو تبدلات، ماشي خوف، ماشي ضغط، ماشي حاجة أخرى. كتمشي للكوزينة، كتجبد تليفونها وبدات تصور فيه وتهددو. كيشوف فيها، كيشوف راسو في المراية، دايخ، ما عارف شنو يدير. في لحظة برود ما حش براسو، هز حاجة حادة من الكوزينة وضربها بها ضربة وحدة. سكتات، لكن هنا بدا الجحيم. اللحظة بعد الجريمة، الصدمة والذعر. أيوب بقى واقف قدام الجثة، كيتنفس بصعوبة، قلبو كيضرب فحال الحمق، والعرق كيصب من وجهه. كيحاول يوقف النزيف، لكن عارف باللي الموقف خرج على السيطرة. كيتراجع للخلف، عارف أن البوليس غادي يجي ويلقي عليه القبض. الهروب الفوري، القرار الصعب. جمع شوية من حوايجو، هز تليفونو وشوية ديال الفلوس كان مخبيهم، هز الطوموبيل دليزا وبدا غادي في رحلة عارف أن حتى أقرب ناس ليه ما يقدروش يعاونوه فيها. بدا رحلة الهروب بلا هدف واضح، الاختباء، أماكن مألوفة وخطيرة. كيختبي في بنايات مهجورة، كيسكن مع مهاجرين آخرين كيتخباو من البوليس، أو حتى في غابات قريبة. كيعرف أنه كيتعرض للخطر سواء من الشرطة أو من اللي ممكن يكتشفوه. البرد، الجوع والخوف كيزيدوا ياكلوه من الداخل. تزايد الضغط النفسي، الهلوسة والانهيار. كيبدا يسمع أصوات، كيشوف ليزا تابعاه، كيرجع في الذاكرة ديالو للور. كل نهار كيزيد يتعذب فيه ما بين الندم، الرغبة في الاستسلام. ما كيعرفش واش يزيد يهرب ولا يرجع للور. التضييق الأمني، البوليس كيزيد في التحقيق، كيتحققوا من الفيديوهات ديال الكاميرات اللي حدا الدار اللي كان ساكن فيها هو وليزا. كينتشر بحث في الجرائد والإذاعة، كينشروا صورته باش أي واحد يشوفه يبلغ عليه. الشكوك كتزيد والوقت كيضغط عليه. مساعد غير متوقع، في واحد النهار كيلقى مساعدة من مهاجر مغربي قديم، كيكذب عليه وكيقنعو أنه داير شي حاجة بسيطة وبسببها هارب من البوليس. هاد الشخص كيعاونو يلقى مخبأ جديد، أو حتى طريقة يهرب بها خارج البلاد. دازت 6 شهور، أيوب باقي هارب من القانون ومن نفسه. تخبى في واحد المخزن مهجور عند واحد المهاجر كونغولي في بروكسل. ما كيعرف حد، عايش غير بالخبز والحليب. وجهه تبدل، ما بقاش داك الشاب الطموح، ولا شبح. في واحد النهار كيوصلوا خبر، البوليس لقاو دليل جديد، بصمات كانت ناقصة. ليزا ما ماتش في ديك الضربة، لكن من نزيف داخلي ما تعالش. هاد التفاصيل كتبان بسيطة، لكن كتخلق شك في القانون. المشتبه به يمكن يواجه عقوبة مخففة بشرط يسلم راسو. أيوب واقف قدام واحد الكنيسة، كيشوف واحد القيس كيصلي مع الناس المتشردين. كيدوز في بالو، واش نسلم راسي ولا نبقى هارب حتى نموت متشرد في الزنقة؟ واش نواجه القدر ولا نبقى مخبي من الواقع ومن الدنيا؟ باب مركز الشرطة، كيتحل الباب والكاميرا كتصور من بعيد. أيوب داخل، ما خايفش وما حادرش راسو، داخل واقف ساكت، والأول مرة كيحس براسو إنسان من بعد سنين ديال الهروب. الحكم على أيوب بعد شهور ديال التحقيقات والمحاكمة. تم النطق بالحكم. المحكمة قبلت أن الجريمة ما كانش مدبرة، بل
كانت ردة فعل تحت ضغط نفسي خطير، لكن مع ذلك بسبب الوفاة والفرار تحكم عليه ب15 عام ديال الحبس، مع إمكانية طلب تقليص الحكم من بعد 7 سنين على ود حسن السلوك. القضاء ما كانش متسامح، لكن ما عطاش أقصى العقوبات. أيوب تقبل الحكم بصدر مكسور، لكن بعينين ما فيهمش الخوف، والأول مرة كيحس براسو ماشي هربان. رسالة قوية خرجات من لسان أيوب: إلا كنتي كتشوف الغربة حل، ما عندك لا هدف لا فكرة لا مشروع، غير باغي تهرب من البلاد وكتقول نمشي ونشوف شنو غيطرى. من وسط الحبس، الغربة ماشي ليك، الغربة باب كيتحل للناس اللي عارفين فين غاديين، الناس اللي عندهم أهداف ضامنين خداميهم، هازين دبلومات ومشاريع باغيين يحققوهم. خدم على راسك، عمر راسك، وديك الساعة سير فين بغيتي. كنتمنى القصة ديال اليوم تكون كانت في المستوى، واللي وصل معانا لهاد المرحلة ما يبخلش علينا بجيم واشتراك، ويخلي لنا رأيه في لي كومونتير. وكل نهار إن شاء الله مع قصة وعبرة وحكاية جديدة. السلام عليكم.